يلا يا اخويا، صارت الساعة بالتسعة الصبح، يلا خلنا ننام. اي والله حتى صار شحن التليفون قليل. وتقعد بالتسعة بالليل، بعدين تحس روحك بعدك تريد تنام، بس تقوم وراها تروح تدور على فد شي تاكله وما تلقى بس اندومي، وتروح تحطه على النار، واكيد لازم تظل على التيك توك فد ساعة لحد ما يحترق الاندومي وانت بعدك على التيك توك. طبعا اكيد هذا السيناريو صار ويا 99% منكم، حتى انا كنت انام 13 ساعة باليوم، وكنت افتخر بهذا الشي يوم صاحبي ونظل نتحارى كان وياه اللي ينام اكثر، وكنت انام الصبح اقعد بالليل. طبعا هذا الشي غير مضيعة الوقت بالتيك توك، وادري انت هسه تريد تعرف ليش جاي يصير هيك با اخوي. لو نبحث بالموضوع على جوجل شوية راح نكتشف فمن المهم تحديد المهام والأهداف، حيث أن التكاسل والتسويف يؤدي إلى فقدان الحماس وإلا فقدان الرغبة في الإنجاز، وعندما تتراكم الأعمال والواجبات يصاب الإنسان بالإحباط. يعني شنو نفتهم؟ إنه إذا أنت ما محدد أي هدف تسويه بيومك أو أي شيء راح تتكاسل تسوي هذا الشيء، وبعدين راح تراكم عليك واجباتك مثل الصلاة أو الدراسة. زين خويا، تعرف شنو دورات النوم؟ با أخوي، دورة النوم تتكون من ساعة ونص، النوم الخفيف يتكون من أول نص ساعة، والعميق يتكون من آخر ساعة. يعني إذا أنت قعدت بوقت النوم العميق راح تحس جسمك متكسر وتريد بس تنام، وهم ما لاحظت أنت من تنام 12 ساعة وأكثر راح تقعد بنص هذا الوقت، لأن جسمك أخذ اكتفاء الكامل من النوم، بس طبعا راح تغصب روحك وتنام. زين شنو الأسباب لهذا كله؟ با أخوي راح أشرح الحين عن تجربة شخصية مو علمية. السبب الأول، أنت قبل لا تنام أكيد على التليفون، فهاي الأشعة اللي هتطلع من التليفون، الأشعة الزرقاء، راح تحسس عقلك إنه بعدها الدنيا الصبح، بس تجي تحاول تقاوم عقلك وتنام. السبب الثاني، البيئة اللي انت نايم بيها، اذا كنت مشغل مكيف او مبردة او مروحة او اي شيء حتخلي جسمك يبرد ويكون بحالة خمول. السبب الثالث، التعب والارهاق الحقيقي، مو التعب والارهاق ما تظل على التليفون فد 10 ساعات، لا، اذا كنت تشتغل عمل خارج البيت او مسافر. وبا اخوي، اذا انت مريض او مسوي عملية او تريد استشفاء عضلي، فالنوم يساعد جسمك على التحسن بشكل افضل. وهسه اذا تريد تنحل مشكلتك، ابتعد عن ذني 3 شغلات، وهمين لا تلعب العاب.